هل اللايف كوتش ينفع ان هو يقاطع الكلاينت بتاعه وهو في الجلسه؟ انا مايكل بشاي، لايف كوتش سترينر. انت عايز تكون لايف كوتش بتجيلي وانا بدربك. دلوقتي لو حد بيجي لك وبيتكلم وكلامه ابتدى يخرج بره الموضوع الاساسي اللي هو عايز يحققه، ينفع هنا تقاطعه ولا لا؟ لازم تقاطعه، لان هي دي مشكلته ان هو بطريقه تفكيره مش ماشيه في الطريق اللي هو عايزه. هو عايز المستقبل اللي عايز يحققه، بس طريقه تفكيره عماله بتجيله افكار من كذا اتجاه مشتتاه، مش مخليه قادر ان هو يركز على الطريق اللي يوصله للمستقبل. لانه طريقه التفكير، وحط النقطه دي في دماغك، طريقه التفكير اللي عملت المشكله ما تعرفش تحلها. فهنا هو محتاج مساعدة خارجية إنها تبتدي تنظم المرور. إنه الأفكار اللي هي بره الموضوع محتاجة إنها تتقاطع، تقف. لأن هي لو دخلت في الحوار هتشتتك أكتر ما هي مشتتاه. وهي دي المشكلة، إن هو أصلا مشتت ومش عارف يفكر بطريقة منظمة في إن هو يوصل اللي هو عايزه. فأنت ككوتش بتساعده إنه يعرف ينظم. طب إزاي؟ إيه اللي يفرق ما بين المقاطعة الغلط والمقاطعة المفيدة في السيشن؟ المقاطعة الغلط هو ان انت ما تسيبوش حتى يكمل الجملة، ان هو لسه ما قالش جملة مفيدة رحت انت داخل في النص، فانت بتتكلم اكتر منه. انت مساحة الكلام بالنسبة لك 40% من الوقت، هو بيتكلم 60% وانت بتتكلم 40%، في الحدود ديت، مش اقل ومش اكتر، يعني في المساحة ديت. طيب، فانت بالنسبة لك لو هو بتقاطعه في وسط كلامه وهو لسه بيقولش جملة مفيدة، لسه مش عارف انت عايز يشتغل على ايه، لان مش مفيده المقاطعه. انما لو هو خلاص اتفقتوا مع بعض، انتوا هتشتغلوا مع بعض على ان انت توصل لايه، ايه النتيجه اللي هو عايز يحققها في مستقبله، وابتدى ان هو يتكلم او يقول افكار بره الموضوع، بره السياق اللي هو اصلا محدده، فهو اللي محدد الطريق وانت بتساعده انه يمشي عليه. فبالتالي الفكره اللي هو بيقولها بره السياق محتاجه تقف، ابتدى يخرج بره الموضوع. فلو انت ما ساعدتوش في الحته دي يبقى انت اكيد مالكش لازمه في المرحله دي. تخيل كده انه انت رحت لكوتش بس في الجيم، وابتدى ان هو يعني خلاص انت حاطط لك يعني اتفقتوا مع بعض على الجول بتاع اللي هو عايز يحققه، ان هو مثلا يخس، فانت حطيت له البرنامج علشان يبتدي ان هو جسمه يخس. بعدين في النص قال لك طب ما ايه رايك ان انا يعني ازود عضل شويه؟ طب ايه رايك لو ازود يعني جري شويه؟ طب ايه رايك لو اغير الميعاد؟ طب ايه رايك؟ فكل شويه عمال يغير السيستم ويغير الهدف اللي انت اصلا. تفتكر انت ككوتش كمدرب رياضي هتعرف تساعده؟ طب هو نفسه لما كل شويه بيغير الاتجاه بتاعه، هو نفسه هيعرف يستفيد حاجه من التمرين؟ فنفس الموضوع، انه لو هو افكاره مشتته، افكاره مش منظمه، بتساعده ان هو تتنظم. فلو اي فكره بره الموضوع بتقطعها وبتساله عن الهدف بتاعه، ولو الموضوع ده اتكرر بتقول له، لان انت كل مره بنتكلم عن الحته دي انت بتخرج بره الموضوع الاساسي وتروح للمنطقه ديت. شايف ان في علاقه ما بينهم؟ هو ده انت عايز تغير الموضوع، عايز تغير الهدف بتاعك، عايز تغير النتيجه اللي انت نفسك تحققها. فمهم ان انت تكون ليك شخصيه، ومهم ان انت تكون عارف ان انت ككوتش انت متحكم في الحوار، انما هو متحكم في النتيجه. فانت بتشتغل معاه علشان النتيجه، بس انت اللي بتقود الحوار وده دورك. امال هو بيلجأ لك ليه؟ علشان هو اللي يقودك في الحوار، يبقى ساعتها دورك مش مفيد.